طبعا لو كان الخبر في دولة خليجية والوزير خليجي كان ربنا الكويتيين السوشيال ميديا قوموا الدنيا ما قاعدوها. بس لأن محمد العبد الله ومحمد العبد الله يعني شعبيا من المغضوب عليهم بسبب تصريحاته، فمر الخبر مرور الكرام. قواك الله قواك الله يا ابو عبد الله، وان كان هذا واجبك لكن كلمة شكر يجب ان تقال في حقك انك سارعت ورحت لمكان الحدث. والشورت صراحة ادري انه غالي، شكله المايو في البركوين ب100 دينار بس، واللي يقول رايح بشورتي يعني ريال بالشاليه يعني يروح يلبس بشت، يروح حق الحريجة بشت يعني خلاص يعني الحمد ربكم انه راح. يعني انا للامانه شفت الصوره قبل اقرا الخبر عبالي ابو عبد الله رايح المدينه المائيه، والله العظيم بطناسه، بس بعدين قرأت الخبر استوعبت. يمكن انا من اكثر الاشخاص اللي انتقدوا محمد العبد الله خلال سنوات، ولكن لما يسوي شيء صح نقول له مشكور وصح وقواك الله يعطيك العافيه. طبعا الشكر الاكبر لرجال الاطفاء اللي ساهموا واخمدوا هذا الحريق، الله يحفظكم ان شاء الله وقواكم الله.